اسمه ايه المهرجة ده؟ اسمه أكبر ما اهتماما ما في الدنيا. إذن الرئيس اليوم وصل مساء اليوم إلى العاصمة الهندية نيو ديلي. انديا، الهند، يا سلام، بلد الذكريات. ربنا يمسيك بالخير يا شاروخان، كان دايما يقول لي يا رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا. زيارة تاريخية قام بها الرئيس السيسي، حفاوة غير مسبوقة في استقبال المسؤولين الهنود لرئيس مصر. ده بنقلبهم كلهم مع بعضيهم وندخلهم الفرن، نطلعهم الفرن نديهم لأي حد هندي ياكلهم بقى. ها؟ وصفت زيارة الرئيس للهند بأنها ستشكل إعادة إحياء ماضي وتاريخ طويل من التعاون المشترك. فين المهرجة؟ الفيل والفيل فين؟ في الهند. فين في الهند؟ والحرس جم نادي الحرس بسرعة على الباب بره. تقول لي بجيب الفلوس منين؟ ما تسكت. كما تكتسب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيو ديلي هذا العام طابعا استثنائيا. انت متأكد ان احنا في الهند؟ في الهند، وانك عميل في الهند؟ في الهند. ومين ده؟ جوز الهند. هي ايه الزينة اللي بيعلقوها دي؟ هو في عيد اليومين دول؟ لا لا لا، عيد ولا حاجة، ده عيد ميلاد الرئيس كافور، وعامله الليلة دي في القصر بتاعه، وعازم الهند تما. صدقني الليلة دي الهند هتبقى والعة وكلها درماكة. الهند تحب مصر منذ سنوات طويلة. والله ده أنا بحبك حب الفيلة. حب الفيلة؟ أيوه. ده على أساس حب إيه يعني؟ حب كبير يعني. مش دول شنخر ومنخر بتوع السلاحف؟ فأنت عندك قاعدة تاريخية داخل الهند. مش مصدقك. المشاهد التي رافقت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند. احنا في فضل ونعمة من ساعة ما جينا هنا، ربنا يخليك لينا. على عال منافق اسهل. الهند بتعتبر مصر استاذ احمد بوابه نحو الاتحاد الاوروبي، وصادراتها اللي وصلت من قناه السويس ل 200 مليار دولار، وده رقم كبير. رب تكون ميزنا بميزة. الهند عندها عمل وعندها صناعة كبيرة. بعد الفحص والتمحيص كلفت كل واحد فيكم بمهمة. حجم مصر وسمعة مصر ووزن مصر في المحافل العالمية والدول التي يزورها الرئيس عبد الفتاح السيسي. انت يا سمير، ايوه سموك، هتبقى واحد من ضمن الحرس الخصوصي بتاعي. العلاقات المصرية، وأنا قلت الكلام ده كتير قبل كده، بتبقى في منطقة الارتياح. وانت يا هاني. ايوه انت يا هاني الحته الحلوه اللي هنا تبقى المستشار الثقافي بتاعي، يعني مساعد ولبيس في نفس الوقت. هناك وسائل الاعلام الهنديه حفاوه كبيره جدا بزياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. انت الحماس كله، انت الرجوله. بيبو واجه نفسك بالحقيقه. هو لافة دايما مظلوم، مع انه بيتحمل كتير قوي في الزمان ده. بحبك يا ستموني مهما الناس لموني.